ايه يعني خسيت كام كيلو لما بطلت رياضة؟ مش هيحصل اي حاجة، عادي خالص. ما هو انت مش هتفضل طول عمرك بتلعب رياضة. خلينا نتفق ان اللي بينطبق على اللعيبة اللي انت بتشوفهم على السوشيال ميديا مش هينطبق على حياتك، لان دي لعيبة بتكسب من اللي هي بتعمله، وده اكل عيشها ان هي تنزل صور علشان تجيب شغل، وان هي تشاركك اخبارها. لكن هل ده يجبرك انك تعمل زيهم او حياتك تكون زي حياتهم؟ مستحيل. فطبيعي جدا لو انت التزمت كام شهر ونزلت كام كيلو فتزيد تاني. والطبيعي ان انت اصلا حياتك وشغلك وطبيعة شغلك وظروفك جابراك على وقت تمرين معين، وممكن في بعض الاوقات ما تلاقيهوش. انا مبطل تمرين بقالي حوالي 3 شهور. انا عندي حساسية، عندي مشكلة في صدري. لما في تغيير الفصول بيجي بفضل اكح بشكل غريب، وبقى عندي حساسية صعبة قوي. فبريح من التمرين لان اي مجهود زيادة بيخليني اكح اكتر يعني. الكحة دي رخمة قوي. زائد ان انا بجهز الفرع التالت في طلخة هنا في المنصورة، فالموضوع بيبقى سيء جدا معايا في الشغل والعمال وبتاع، فقلت اريح بقى الفترة دي. كان ميزاني لما كنت شادد في التمرين والدنيا كانت حلوة، كان ميزاني 77. انا دلوقتي حاليا 78، رايح بقى لي 3 شهور. الفكرة في ايه؟ انك انت لو ريحت من التمرين وبدأت تستغنى عن النشاط الحركي اللي كنت بتعمله في التمرين، فده هيخليك تفقد جزء كبير جدا من استهلاك جسمك للسعرات الحرارية. يعني انت كنت بتوظف السعرات دي او بتستهلك سعرات حرارية في نشاط حركي زيادة زائد يومك، فانت استغنيت عن ده. زائد انك وقت التمرين اصلا بتكون عامل كنترول انك تظبط اكلك عشان توصل لفورمة كويسة او تنزل في الميزان او الى اخره. فلما تبطل تعمل نشاط حركي وتلخبط في الاكل، طبيعي جدا انك تبدا تقل عضلات، لانك استغنيت عن اول عمليه بتعمل عضلات اصلا اللي هي الجيم. تاني حاجه بدات تزود كميه الكربوهيدرات والدهون، وتاكل براحتك وتفتح في الاكل وتاكل سندوتشات وتخرب الدنيا، فنسبه الدهون بدات تزيد في جسمك. فعشان كده بدات تنزل دهون وتزيد عضلات. فيجي واحد يقول لك انت ايه يا عم خسيت ليه كده؟ ما انا قلت لك ما تلعبش جيم عشان خاطر شوف انت بقت العضلات اتحولت دهون ازاي وشكل جسمك اتغير. مفيش حاجه اسمها العضلات بتحول دهون، ده نسيج عضلي وتكوين مختلف تماما. والدهون خلايا دهنيه بتختزن نسبه الدهون فيها، وحاجه تانية خالص. يعني لا ده هيتحول ده ولا ده هيتحول ده. الفكره زي ما قلت لك انك بطلت تمرين فبدات تقل عضلات وبدات تزيد دهون، لانك انت بدات تلخبط في الاكل. فعشان كده لو انت مبطل تمرين وكنت واصل لمستوى كويس وكنت عايز تحافظ، او عايز تحافظ ومش عايز تخسر اللي انت عملته، وعايز تفضل طول الوقت او وقت طويل محافظ على جسمك حتى لو سنه وسنين، لازم تفضل محافظ على اكلك حتى بعد ما تبطل تمرين. ده مهم جدا. لاي ظرف من الظروف بطلت تمرين خالص لازم تحافظ على اكلك. فده المهم. انا بس حبيت اطلع اوريك الخلطه اللي انا بعملها طول الوقت. انا دايما باكل بيض بتوست، بيض برز، لما بتقفل معايا بحل بالجبنه، لما تقفل معايا بحل بفول. لكن الاطار كله بيبقى لايف ستايل، بيبقى هيلسي. فكره شكل جسمك ده له ضريبته انك تحافظ على اكلك وتكون عامل كنترول عليه بس.